السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وانا بسجل الفيديو ده معاكم دلوقتي في مؤتمر صحفي عاملاه إدارة نادي الزمالك على الهواء دلوقتي شغال حالا. الناس بتتكلم عن رحلة ال100 يوم من يوم ما مسكوا إدارة نادي الزمالك لحد النهاردة، بيتكلموا على الشغل اللي عملوه. بيتكلموا على المشاكل والتحديات اللي قابلتهم. مش هي دي المشكلة، لكن الحاجة اللي عجباني في الموضوع كله ان اللعيبة اللي هم الصفقات الجديدة اللي المفروض هيتقدموا في المؤتمر الصحفي ماسكين تيشيرتات الزمالك قاعدين كده بكامل لياقتهم وشياكتهم، لابسين بدل شيك وهيتقدموا بطريقة شيك وبطريقة محترمة. ودي حاجة يعني ما كناش بنشوفها قبل كده. حاسه كده ان في حاجه جديده بتحصل وان في شغل جديد، وجماهير الزمالك بجد بجد جماهير الزمالك يستحقوا ان الناس دي تتعب علشانهم، ويستحقوا فعلا ان يعملوا كل حاجه عشان يساعدوهم. جمهور فعلا وفي، جمهور فعلا بيتحمل، جمهور فعلا بيحب النادي مش عشان اي حاجه، بيحب النادي وبس، وبيدعم النادي في الحلوة وفي المرة، ودي حقيقة. وإن شاء الله بالتوفيق للإدارة الجديدة وبالتوفيق للعيبة الجديدة والصفقات الجديدة. مش هنتكلم عن أي سلبيات، عايزين ندعم فعلا نادي الزمالك ونقول لهم بالتوفيق، وبالتوفيق للإدارة وبالتوفيق للعيبة الجداد والمدرب الجديد، وإن شاء الله تكون فتحة خير عليكم. بما إننا جبنا سيرة نادي الزمالك، فأنا عايزة أبعت تحية لكابتن محمود الونش واقول له الف مليون سلامه. وبجد انا زعلت عشانه جدا، لعيب محترم، لعيب عمره ما سمعنا عنه مشكله ولا في النادي ولا في المنتخب، ولا سمعنا منه اي تصريح غير متزن. راجل محترم فعلا، وراجل فعلا بيشتغل علشان بيحب شغله. فبجد الف مليون سلامه. هو اصيب في التمرين زي ما كنا عرفنا، اصيب في التمرين في ركبته، ويعني في كلام ان الاصابه خطيره، بقاله فتره ما بيلعبش بسبب الرباط الصليبي، وللاسف في التمرين، وده بيجي من حماس زياده من اللاعب لانه بيبقى بقاله فتره ما لعبش، فبيحاول هو نفسه عايز يثبت لنفسه هو ان هو بقى كويس. يعني اللعيب ساعات بيبقى عايز يثبت هو لنفسه ان هو كويس، ان هو خلاص بيرجع، مش شرط عشان يلعب او ما يلعبش، بس هو بيبقى حاسس ان هو عايز يحس ان هو رجع لحالته الطبيعية ومستواه الطبيعي. وهو فعلا لعيب يعني ممتاز، يعني يا رب يا رب يرجع بألف سلامة وتكون الإصابة بسيطة، وربنا يوفقك يا كابتن ونش، وألف مليون سلامة عليك. عايزة أكلمكم عن حارس مرمى الأهلي الجديد، وهو محمود الزنفلي. محمود السنفولي اللي الناس ماسكاه سلخ كده من قبل ما يجي، ولسه الراجل ما حتى ما لبسش التيشيرت، والناس عماله تشتم وتقول صمنا صمنا وفطرنا على بصله وكلام زي كده. لا يا جماعه، مش متعوده كده من جمهور الاهلي يعني بصراحه، وحاسه ان في نغمه غريبه كده مش بتاعتنا ومش بتاع الجمهور الاهلي. لا، الراجل كويس. محمود الزنفولي 32 سنه، 192 سنتي. الراجل محترم جدا وسلوكه كويس، ودي كانت الشروط اللي طلبها مستر كورال في الحارس الجديد: انه يكون سلوكه محترم، انه يكون طويل، انه يكون عنده خبرة، ودي موجودة في الزنفري. وهو لعب قصاد الاهلي تقريبا 4 ماتشات في الدوري، دخل فيه جونين بس. يعني اكبر تحدي بيقابله اي نادي او اي حارس مرمى لما يلعب قصاد الاهلي بقيمة لعيبته، ان هو يعتبر لما يدخل فيه جونين بس ده انجاز. يعني انت بتلاعب بطل الدوري، بتلعب احسن فريق في افريقيا وفي مصر، فانت يعني هتلاقي فين تحدي اكتر من كده يثبت ان انت حارس مرمى كويس، وانه في 4 ماتشات يخش فيه جونين، فدي حاجه كويسه. والحاجة التانية ان هو خبرته كبيرة، يعني 10 سنين تحت الثلاث خشبات. راجل مميز، عنده ميزتين مهمين جدا لازم نخلي بالنا منهم، ولازم نبص للسلبيات والايجابيات برضو. يعني مش عشان كله وحش وحش وحش، لا، مش كله ضرب ضرب يعني. يعني الراجل بيلعب برجله كويس، بيصد الكرة برجله كويس وبرجليه الاتنين. ممكن تحس كده والكرة جايه له ان هي سهله، يعني هو صدها بسهوله، لكن هي بتبقى صعبه جدا، يعني صعبه ان هو يصد الكرة برجله بسهوله ويحسسك ان ان الشوطه دي سهله وان الصده دي سهله. دي حاجه بتدي برضو معنويات للعيبه اللي معاه ان وراهم حارس يعني مميز. وبعدين بيتحرك في ال 18 كويس، يعني بيتحرك كويس قوي يعني في حتته. بيخرج
في توقيتات كويسة. لو عنده شوية مشاكل او عنده شوية حاجات، الناس هنا في الاهلي هتشتغل عليها. يعني لو في سلبيات او في حاجات زي كده الناس هتشتغل عليها، واكيد هتحاول ان هي تقلل من اخطائه، لان هو هيشتغل مع ناس بروفيشنال، يعني ناس بتعرف تطلع احسن ما في اللعيبه. وده دور الاهلي، وده دور الناس اللي هتشتغل معاه، ودور مدرب حراس المرمى، ودور مستر كولر، والناس دي انتوا عارفين، اكيد انتوا واثقين فيهم وعارفين شغلهم ايه. فنتمنى له التوفيق، وهو فيه يعني مميزات كويسه واحسن من الناس بقى اللي هي كانت بتلوي دراعنا تقول لك الاهلي بقى خلاص، الحارس النمبر 1 عندهم، بقى دلوقتي خلاص الموسم بالنسبه له بح. والناس بقى عماله تشرط علينا وعماله تطلب طلبات مبالغ فيها. الاهلي بقى، ما انت دلوقتي قدامك فرصه ما تضيعهاش، يعني انت في نص الموسم والاهلي بيدور على حارس مرمى، والحارس بتاعه خلاص اصابته مطوله، الموسم راح منه خلاص. فانت خلاص دلوقتي انت فرصتك ان انت تهبش بقى، تهبش. وللاسف هم ضيعوا الفرصه على نفسهم، لان انت مش بس فرصه فلوس، انت هتلعب في احسن نادي في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. فانت فرصتك راحت على انك تبقى معاك بطولات، عندك تاريخ. فبراحتك دورت على القرشين، خلاص خلوكوا قاعدين، مفيش اي مشكله يعني. ما بتقفش على حد، والاهلي ما بتلوش دراعه عشان تبقوا عارفين. عايزه اقول لكم على خبر سعيد، يعني ان فيتوريا خلاص باي باي، يعني المركب اللي تودي، وخلاص في اجماع على انه خلاص مشي، والفلوس بس هتتدبر وهيتكل على الله. وكان في اجتماع امبارح زي ما عرفنا لمجلس اداره اتحاد الكره المصري، ان هم خلاص ان الموضوع بتاعه انتهى، مساله يوم يومين عشان خاطر الفلوس. وزي ما احنا عارفين ان اللي عمل المشكله ما حضرش الاجتماع، كابتن حازم امام ما حضرش الاجتماع، مش عشان محرج، لكن عشان هو عارف القرار هيبقى ايه. فقال لك يعني ايه، اجيبها من قصيرها وخليني بره الموضوع. معلش يا جماعه، مش عايزين